السلام عليكم. اليوم النهار عصير ديال الخوخ خيزات ومجهول الخوخ نوعية ممتازة زوين. بعد ما غسلناه بالخل، هذا كيلو ديال الخوخ، وهنا نص كيلو تقريبا ديال الخيزو نجرناه قطعناه هكا دوائر، خلينا كوكوط غنديرو فيه داك نص كيلو ديال الخيزو وداك كيلو ديال الخوخ وعضونته وكلشي بحال هكا على هذا الشكل. تقريبا اطرو ديال الماء اللي غنديرو فيه بحال هكايا. من بعد غنسدو عليه الكوكوط وغنحطوه يطيب. ملي غادي يطيب لينا تقريبا فواحد ثلث ساعة حتى 20 دقيقة حتى نص ساعة تمون المده. غنحيدو الخوخ بحال هكايا، غنحطو قدامنا شي طبسيل، غناخدو سكين او استعانه بمعلقه غنحيدو ليه هكا بحال هذا الشكل هكايا. العظام ديالو هو سخون، عرفتو الدخان كيطير منه بحال هكا، هو سخون. غنحيدو ليه العظام ديالو. ملي غنحيدو ليه بحال هكا تشكل العظام ديالو، غادي نعقبوه في الكوكوط ديالنا. بعد ما غنحيدو ليه كلشي، داكشي اللي عنده داك النواه ديالو كما كنقولوا كامل غادي نحيدوها. نتوما انا درت لكم صورت لكم الاول والثاني، وكنحط داك النواه واحد السوبيره ولا شي حاجه باش غادي نلوحو. ما غنديرو به حتى شي حاجه. بعد ما بحال هكايا خلينا تبرد مزيان. درنا فيه دانيط ديال الخوخ بحال هكا، والقدر تقريبا ديال السنيده ديال جوج الكاس تقريبا ديال السنيده او بحال هكا. نتوما على حسب الحلاوه. هذا دانون ديال الخوخ ديال جايبولاه بحال هذا الشكل هذا، غنديروه فيه بحال هكا. اللي عنده الميكسور غيطحنو في الكوكوط، اللي ما عندوش الميكسور غيدير استعان بالخلاط الكهربائي بحال هكا كما درت انا. ولكن السنيده كتبقى على قياس ديالكم نتوما اللي غادي تحكموا في السنيده اللي غادي ديروا بحال هذا الشكل هذا بحال هكايا. وهذا هو الشكل ديالو. بعد ما طحناه خرجنا تقريبا